هقرا لك آية دلوقتي، بس بعد ما أقراها لك ممكن تحس إنها غلط. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب هتسألني سؤال وأنا هعتبره منطقي جدا، إن أهل الكتاب اللي هم الغرب حاليا مش مؤمنين بالمعنى اللي في الآية، ومع ذلك هم اللي عندهم التقدم والتكنولوجيا والرفاهية، وإحنا اللي مؤمنين بالمعنى اللي في الآية حالنا متأخر ومشاكلنا كتير. فين بقى بركات السماء والأرض اللي في الآية اللي بتتكلم عنها؟ وفين وعود ربنا للمؤمنين؟ أنا بحب الأسئلة دي، وسؤالك يبدو منطقي جدا، بس لازم تفهم إن ربنا خلق الكون ده وحط فيه سنن كونية أو قوانين. القوانين دي ما بتجاملش حد، لا مسلم ولا كافر. ربنا قال في القرآن: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني اللي هيتعب ويذاكر ويخطط ويطبق العدل ويحترم العلم، السيستم بتاع الأرض هيطلعه لفوق، سواء كان بيسجد بقى لله أو بيسجد حتى لصنم. الغرب دلوقتي متقدم لأنه أخد بقيم إسلامية إحنا نفسنا سبناها، أخدوا بالعدل والإتقان والبحث العلمي، فكان طبيعي يوصلوا للنتائج المادية دي. الآية بتقول آمنوا واتقوا. التقوى هنا مش في القلب فقط اللي احنا عارفينها، في لغة القرآن التقوى معناها إنك تتقي أسباب الفشل برضه والفقر والجهل. احنا للأسف عندنا إيمان نظري في البطاقة، لكن ما عندناش تقوى عملية في المصنع والمدرسة والشارع. أهل الكتاب لو آمنوا بالمنهج الإلهي بتاعنا إحنا مع قوتهم المادية دي، كانت حياتهم بقت بركة حقيقية فعلا، ما كانتش هتبقى مجرد رفاهية مادية معاها أعلى نسب انتحار وتفكك أسري وضياع نفسي. البركة اللي في الآية معناها السعادة والزيادة والسكينة، ودي مش هتلاقيها عند الغرب رغم كل فلوسه، وهتلاقيها عند المسلم الحقيقي حتى لو معاه القليل بس. ولازم تفهم كمان إن مقياس ربنا غير مقياسنا احنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. فكونهم عندهم ناطحات سحاب وتكنولوجيا ده مش دليل على أفضليتهم عند ربنا، ده دليل على إن ربنا بيدي الدنيا للي بيسعى لها واللي بيجتهد لها. لكن إحنا مشكلتنا إننا تواكلنا مش توكلنا، والتوكل هو إنك تاخد بكل أسباب القوة وبعدين تسلم أمرك لله. إحنا سيبنا الأسباب العلمية وحتى التوكل سيبناه، ولما تأخرنا رمينا الحمل على القدر، والله ده نصيبي كده. الآية مش غلط، إحنا اللي فهمنا غلط. ربنا مش هيفتح بركات السماء والأرض لشعب نايم أو بيغش في الميزان أو بيطفف في الميزان أو مش متقن في شغله أو ما بيحترمش العلم لمجرد إنه بيقول لا إله إلا الله. الإسلام مش مخدر للكسل يا غالي، الإسلام محرك للنهضة. فلو عايز بركات الآية فعلا تتحقق لازم ترجع للدين كاملا، دين العبادة والعمارة في الأرض. هم نجحوا دنيا لأنهم عرفوا قوانينها، وإحنا تأخرنا دين ودنيا لأننا ضيعنا قوانين الاتنين. الحل مش إننا نشك في وعد ربنا، الحل هو إننا نراجع نفسنا إحنا، هل إحنا فعلا طبقنا آمنوا واتقوا بالمعنى الشامل ولا لأ؟ وصلت؟